ايه يعني النادي الاهلي يتعادل مع انبي؟ ايه المشكله في دي؟ ايه المشكله لما النادي الاهلي يتعادل مع انبي؟ انا عايز اعرف ايه المشكله. من امبارح الدنيا قامت وما عادتش بسبب ان الاهلي اتعادل مع انبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده على قناه اليوتيوب. في البدايه طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي. وكل مره هقول ادعموا اليوتيوبر الاهلاويه، لان اليوتيوبر الاهلاويه هم اللي قلبهم على النادي الاهلي. زي من امبارح عايز انوه ان كل الاعلام الزمالك وكل اليوتيوبر الزملكاويه بيطلعوا يتكلموا وبيشيروا ان على رحيل كولر، وان اللي حصل امبارح هو مسؤوليه كولر والكلام ده كله. هو امبارح كولر اخطا، وعارفين ان كولر بيعمل عمليه التدوير، وما ننساش ان عندنا اصابات في النادي الاهلي، واصابات مش هينه. عندنا امام عاشور مصاب، محمد الشناوي مصاب، عندنا لعيبه كتيره مش موجوده، واللعيبه اللي لعبت امبارح اغلبيتها ما لعبتش مع بعض. ليه انتوا قلبين الدنيا وعاملين ان الدنيا خربت في النادي الاهلي بسبب انه تعادل مع انبي؟ احنا في الفتره اللي فاتت في الدوري خسرانين من بنك الاهلي 4-3، وامبارح اتعادلنا مع انبي 2-2. وما تنسوش كمان، انا عايز برضو كل واحد يبقى فاكر وعارف ان مارسيل كولر من ساعه ما جه النادي الاهلي والبطولات اللي هو خدها، وهنحسبها لكم وهنعدها لكم. يعني مارسيل كولر خد السوبر المصري من الزمالك، وخد سوبر تاني سوبر مصري من الزمالك من بيراميدز، وكاس مصر من الزمالك، وبطوله افريقيا السنه اللي فاتت خدناها بدون هزيمه، بالرغم من ان احنا صعدنا من دور المجموعات بصعوبه. يعني الراجل ده مش مؤثر في حاجه بالنسبه يعني ارقامه باينه وبطولاته باينه وانجازاته باينه. مش وارد ان هو يتغلب ماتش ويتعادل ماتش، دي مش مصيبه، دي مش كارثه. ده احنا كل اللي بقوله ان احنا محتاجين شويه تركيز. الغلطه الوحيده اللي غلطها مارسيل كولر هو تصريحه بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. بس انا عايز ابتدي معاكم بس من الاول واقول لكم على التشكيل اللي بدأ بيه، عشان الناس تعرف برضو. المفروض كان في بعض الحاجات اللي المفروض ما كانتش حصلت في المباراه. هو بدأ بمصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وعمر كمال. باك شمال مكان علي معلول. خط الوسط مروان عطيه وكوكا ومحمد مجدي قفشه. وفي الهجوم كهربا ومودست وطاهر محمد طاهر. وطبعا ده عشان اصابه حسين الشحات، ربنا يرجعه بالسلامه، هو وامام والشناوي وكل المصابين. دي التشكيله اللي بدأ بيها المباراه. الهدف الاول جه عن طريق كهربا في الدقيقه 44، عن طريق كهربا اسيست طاهر محمد طاهر في الدقيقه 44. تمام. والشوط الاول الاهلي، احنا بقالنا كام ماتش كده بنشوف النادي الاهلي. آه، المفروض النادي الاهلي هو اللي بيبادر بالهجوم، لكن احنا ماتش سيمبا اللي فات اللي كان في القاهره، احنا شفنا ان النادي الاهلي كان متراجع، كان ورا الكوره، وده مش متعودين عليه من النادي الاهلي. احنا متعودين ان النادي الاهلي هو اللي كان بيهاجم، هو اللي بيبادر بالهجوم، والفريق الثاني بيدافع زي ما حصل امبارح في مباراه انبي، بس على فترات مش طول المباراه. تمام. بعد كده جه هدف التعادل من في الدقيقه في الدقيقه هدف التعادل جه في الدقيقة 60. هدف التعادل جه في الدقيقة 60 من عن طريق يوسف لبيب. ماشي. وبعد كده هدف التقدم من كهربا في الدقيقة 73. وطبعا في الدقيقة 92 قدر يوسف لبيب برضو يحرز الهدف التعادل لإنبي. وبرضو عايز اقول ان الركله الركنيه اللي جت لإنبي دي الركله الوحيده اللي حصل عليها إنبي في المباراه. اولا ما فيش مشكله لما يكون في عدم توفيق من لعيبه النادي الاهلي، واحنا لسه الاهلي كان بيلعب من يومين مع سيمبا التنزاني في بطوله افريقيا. يعني الاهلي لعب يوم الجمعه ولعب امبارح، المسافه مش بعيده، الوقت مش طويل، ولسه كمان هيلاعب زد وهيلاعب الزمالك، كل ده في اوقات قصيره، اللعيبه ما بتلحقش تتدرب. عايز بس اتكلم على التغييرات عشان الناس كلها تبقى بس فاهمه وعارفه. هو نزل السوليه مكان كوكا بعد الهدف التعادل اللي جه لنادي انبي في الدقيقه 60. والتغيير الثاني في الدقيقه 65 رضا سليم مكان مروان عطيه، ووسام ابو علي مكان موديست.
انا عايز اعرف بس، هي الغلطه الوحيده في التعديلات او في التغييرات هو تغيير مروان. يعني مروان المفروض ما كانش يطلع من المباراه. يعني انت لو عايز تنزل رضا سليم ما تطلعش مروان عطيه، تطلع طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر امبارح يعني ما كانش هو عمل جون ولعب اداء برضه مش اداء كامل، مش 100%. فانا من رايي او من وجهه نظري ان المفروض رضا سليم كان نزل مكان طاهر مش مكان مروان. حتى هو لما حس انه غلط في التغيير او هو عايز يعدل، راح منزل بعد كده احمد عبد القادر مكان كهربا، واكرم توفيق مكان طاهر. اكرم توفيق نزل عشان يعوض مكان مروان عطيه اللي هو طلعه اساسا من الاول، وده المفروض ما كانش يطلع اساسا. ففي اخطاء، يعني في اخطاء يعني في حاجات بتحصل، بس دي مش كارثه، مش مصيبه، مش اخر المطاف. مش النادي الاهلي هو اللي يعني خلاص خسر الدوري وخسر كل حاجه. يا جدعان اهدوا على الراجل عنده ضغط مباريات جامد، والناس كلها عارفه الكلام ده. فانا بطلب من جماهير النادي الاهلي انها تهدى شويه وما تمشيش ورا كلام الاعلام الزمالك او اي حد بيعمل محتوى وبيتكلم عن النادي الاهلي وبيجيب اللوم على ان جماهير الاهلي بيوضحوا في فيديوهاتهم او في حلقاتهم ان جماهير الاهلي غضبانه، جماهير الاهلي مش عايزه كولر او بتطالب برحيله، وده غير صحيح تمام. واللي ليه راي تاني يكتب لي في التعليقات ويقول. الكلام ده خطر في الوقت ده. احنا كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نساند النادي الاهلي. وزي ما قلت، هو غلطه مارسيل كولر في موضوع المباراه. اولا التشكيل اللي بدأ بيه او بعض التغييرات الخطأ، وكمان تصريحه اللي قاله بعد المباراه في المؤتمر الصحفي. قال انا نزلت لعيبه في الشوط الثاني وقلت لهم نهدي الريتم ونحتفظ بالكوره، وفجأة لقيتهم بيجروا لقدام، وكان لاعب او اتنين بيفكروا في نفسهم اكتر ما بيفكروا في الفريق. ودي هو تصريح اولا ما المفروض ما يطلعش من مدير فني في النادي الاهلي او يجيب اللوم. عمرنا ما شفنا مدير فني في النادي الاهلي بيجيب اللوم على اللعيبه في اي خساره. يمكن هو شايف حاجه احنا مش شايفينها، الله اعلم، شايف ان التعليمات اللي قالها ما اتنفذتش. بس برضو حتى لو ده حصل المفروض ما يطلعش في المؤتمر الصحفي ويقول انا تقريبا الموضوع الاثنين اللعيبه دول كان على اكرم توفيق واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر ما يتلمش على حاجه لان احمد عبد القادر بقاله فتره ما بيلعبش، واكرم توفيق معروف ان اكرم رجوله وكل جماهير النادي الاهلي عارفاه، استحاله ياثر في مباراه او يتخاذل. فهي في الاول وفي الاخر ان هو يعني اجهاد، عدم توفيق. الموضوع يا جدعان يتعوض، الموضوع يتعوض، مش كارثه، والله مش كارثه زي ما مصورها الاعلام الزمالك او الناس اللي بتتكلم عن مطالبه رحيل كولر ومش عارف نجيب مين. لا، الكلام ده مش في النادي الاهلي، الكلام ده مش في النادي الاهلي، وانتوا اكيد عارفين ان النادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطع. ده في انديه تانية في الدوري بتحصل عندها كوارث وما بنسمعش الكلام ده بيحصل عندهم. يعني الاهلي يتعادل ماتش ولا يتغلب ماتش الدنيا تتقلب ما تقعدش. فيا جدعان ركزوا، وكل المطلوب منكم ان انتوا تساندوا الفريق في الفتره اللي جايه. احنا عندنا ماتشة مهمه، ويعني مش ده المفروض يبقى رد الفعل. جماهير الاهلي لازم تساند الفريق وتساند مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، عشان الموضوع لسه المشوار طويل، لسه قدامنا في مباريات كتيره قوي في الدوره متاجله ومضغوطه، ولسه بطوله افريقيا. فيا جدعان ارحموا، يعني ارحموا الناس شويه. وكمان امبارح في طبعا راجل المباراه كان المفروض ان هو كهربا ورفض ان هو يتصور. طبعا كل اللعيبه كانت زعلانه، وده ظهر على كهربا وهو بيستلم درع راجل المباراه، وكمان ظهر على اللعيبه وهم قاعدين على الدكه. طبعا لان طبعا احنا مش واخدين على ان احنا التعادل بالنسبه لنا هزيمه. التعادل احنا خسرنا نقطتين، مش كسبنا او كسبنا نقطه زي ما الفرق التانيه بتفرح بالنقطه. فهو ده النادي الاهلي. وفي الاخر انا بتمنى من كل جماهير النادي الاهلي تساند وما تسمعش للناس اللي بتقول
رحيل كولر ونجيب حسام البدري، ده كلام فارغ وما يحصلش في النادي الاهلي حاليا حتى. على الاقل النادي الاهلي ما بيفكرش كده. زي ما قلت ادعموا النادي الاهلي، احنا الوقت لسه طويل، وكل المطلوب من جماهير النادي الاهلي انها ما تسمعش لاي حد بيهد في النادي الاهلي. وفي النهايه انا طبعا بتمنى كل يشوف الحلقه يعمل لايك ويعمل شير ويشترك في القناه، وما تنساش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.